كل سنة وانتم طيبين. خلاص تقريبا فاضل شهر على رمضان. ربنا يبلغنا رمضان احنا وكل حبايبنا واحنا في احسن صحة واحسن حال يا رب. الوقت ده اللي هو قبل رمضان فعلا وقت مهم جدا. لمين؟ للناس اللي بتتخن في شهر رمضان. ومن اهم العوامل اللي تنجحك في الدايت او في اللايف ستايل الصحي اللي انت اخترته لنفسك ان انت تكون انسان واقعي، عارف ان انت في رمضان بتتخن، سواء انت بتعرفش تسيطر على نفسك في الاكل او انت عايز تاخد مثلا بريك، وان رمضان ده شهر فيه عزومات وتواصل عائلي كتير، فالموضوع ساعات بيخرج عن السيطرة. والسبب الاهم اللي عملت عشانه الفيديو ده هو مواصفات رمضان 2024. رمضان ده جاي بدري شوية، يعني جاي في الشتاء سنتين. الصيام بتاعه مدته قليلة، هيبقى 14 ساعة في جو مش حر، فمش هنعطش، فمش هنحتاج سوائل كتيرة. هنحتاج ايه؟ أكل كتير. والساعات الأكل وليله طويل شويتين، فده هيخلينا عرضة أكتر إن احنا ناكل أكتر فيه. فمواصفات رمضان السنة دي هتخلينا احنا كلنا عرضة أكتر إن احنا ممكن نتخن في رمضان لو الدنيا مش مقننة والموضوع ملموم. فما بالك بقى لو انت من النوع اللي بتتخن في رمضان. فيلا بينا نتعلم تغذية واقول لكم شوية نصايح بسيطة نبدأ نشد فيها من دلوقتي، علشان اما ندخل رمضان نبقى احنا اوريدي خاسين. فاللي هيليد نصيب انه يكمل في الخسان في رمضان او يحافظ على وزنه كان بها. لو ما عرفتش تخس في رمضان او الدنيا باظت منك شويتين، يبقى على الاقل هتزيد اللي انت خسيتهم، فهتطلع في اخر رمضان الدنيا تمام التمام. اول واهم نصيحة: مفيش اكل بين الوجبات. باكل الوجبه بصوم لغايه الوجبه اللي بعديها. طبعا هشرب مشروبات، بس حتى لو انا ما بعملش صيام متقطع مش هاكل بين الوجبات. لو انت ما بتعملش صيام متقطع ابدا اعمل صيام متقطع. هنصوم 12 ساعه داخل فيهم ساعات النوم، بنمتنع فيهم عن الاكل وبنشرب فيهم مشروبات من غير سكر ولا لبن. ويا ريت طبعا نبدا نزود ساعات الصيام عن كده، خليهم حتى 14، ده حتى عشان نحاكي رمضان. لو انت قديم بقى في الصيام المتقطع هنبدا نزود ساعات الصيام. هنعملها ازاي؟ هنسمع لجسمنا. طول ما احنا مش جعانين مش هناكل. الكلام ده هينطبق على مين؟ على كل الناس، ما عدا السيدات اللي هم قبل الدوره الشهريه واثناء الدوره الشهريه، والسيدات اللي فوق ال40، لان ساعات الصيام المطول بتاثر سلبا على هرموناتنا وصحتنا. بقى شكل وجبتنا. قبل ما ابدا في شكل وجبتنا عايزه بس اكد على حاجه: احنا ان شاء الله كلنا قاطعين السكر يا جماعه، صح؟ يعني هحسابكم على خير ان شاء الله. ولو مش قاطع السكر يا ريت، دي فرصه كويسه، عشان بجد دي من احسن الحاجات اللي تعملها لنفسك. بالنسبه لشكل وجبتنا، اي وقت ينفع تقطع فيه النشويات او تشيلها تقللها، اي حاجه اعمل كده. الفاكهه كذلك، يا تقللها يا تشيلها. نبدا نزود البروتين ونبدا بيه اكلنا، هو مع الدهون الصحيه طبعا والخضار زي ما تحب. واخيرا اذكركم بالفيتامينات والمعادن، غير ان هي مهمه لصحتنا هتساعدكم ان الحرق بتاعكم يزيد، فتعرفوا تنجزوا تخسلكوا 3 4 كيلو، او بمعنى صح انا بتكلم بالمقاسات انتوا عارفين، تخسوا حاجه حلوه كده شويه قبل رمضان. بنصحكم دايما فيتامين د، فيتامين K2 واوميجا 3 والمغنيسيوم.